الأهلي يتعادل مع صن داونز هناك في جنوب أفريقيا. مباراة جيدة جدا 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 من النادي الأهلي، ولكن غير جيدة بالمرة من كولر. هتقول لي ليه؟ ده الراجل عامل مباراة حلوة، ده الراجل مش عارف إيه. هو أنا نفسي أفهمك يا باشا، أنت ليه بتتأخر في التغييرات؟ ليه تغييراتك يعني في الدقيقة 85 86؟ ما تنزل يا باشا. شفت لما اشرف بن شرقي نزل بدأ يبقى فيه قوة هجومية عندك، لأن الدفاع عندهم تعبان. صن داونز برغم ان الفرقة دخل فيها 4 أهداف بس في البطولة كلها، إلا إنها فرقة قوية جدا. هتقول لي يا عم ده احنا النهاردة عاملين عليها الجلاشة فعلا، ولكن النتيجة اللي خرجت بيها صن داونز النهارده او اللي خرج بيها النادي الاهلي نتيجة تخوف. هتقول لي ليه نتيجة تخوف؟ ده انا متعادل هناك. هقول لك كانت نتيجة حلوة جدا لو الاهلي حط جون هناك، كانت هتفرق كتير. كانت هتخلي صن داونز هنا يبدأ يهاجم ويفتح ملعبه. اما بالطريقة دي صن داونز مش هيفتح ملعبه خالص، صن داونز هيلعب دفاعي. اي هجمه مرتده ممكن يخلي الاهلي في ربكه. لو حط جون هنا الجون باتنين، لان لسه افريقيا عقيمه وبتلعب الجون باتنين، مش النتيجه بره زي جوه. انا شايف انها نتيجه مخادعه. ماشي، الاهلي هينزل ضاغط؟ لا، انا نفسي الاهلي هنا ينزل مش ضاغط، ينزل يسلم الكره لسان داونز ويديله هو الهجمه المرتده. لان سان داونز خطوطه لما بتتفتح باين قوي باين قوي ان هم مش سان داونز بتوع زمان، مش سان داونز اللي من 3 4 سنين. لا، فرقه عاديه خالص. اعرف بس تهاجمها. الاهلي النهارده مشكلته ما كانش بيهاجم، مشكلته ما عندوش باك شمال. صانع الالعاب الاهلي مفتقده. الاهلي بيلعب بايمان بس، والله الاهلي بيلعب بايمان بس. حاطط مصطفى العش، الراجل عامل اللي عليه وزياده، بس مش باك، مش باك، مش عارف يعمل، مش عارف يكمل. حتى لما بيكمل بيدي الكره للجون بتاعهم، مش عارف، هو مش مهمته باك. ورغم كده الراجل لعب وكمل. طب نزل بقى اي حل؟ لا انا، طب التبديلات؟ لا انا بحب اتاخر في التبديلات شويه، بحب انزل بعد الدقيقه 85 86. هل بقى جمهور الاهلي مقتنع بكولر وممكن يقول لك حتى لو خرج هو عمل اللي عليه الراجل، ولا برضو الاهلي بيفكر انه يغير كولر؟ انا شايف انها نتيجه خادعه، نتيجه مش ما تبينش مثلا ان انا صعدت. لا، النتيجه 0-0 هناك دي نتيجه كارثيه، نتيجه تخليني اخاف، لان الجون هنا هيفتح، هيخلي الاهلي يفتح اكتر. فلما تفتح ممكن تتاثر. ولكن هو الماتش هنا مش هيبقى صعب قوي بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاجواء، لان هيبقى بالليل وبالنسبه لحاجات كتير. ربنا يوفق ان شاء الله ونركز. هي محتاجه تركيز ولا اكتر ولا اقل. سلام.